دكتور محمد، مساء الخير. الاخبار عامل ايه؟ دلوقتي يا دكتور انا بعمل دايت وباكل خضار وخس وخيار وما الى ذلك، وبرضه ما بخسش. فاصحابي بقى كمان بقى يقولوا لي ان هو ده بيتخن، وقعدوا يقولوا لي شفتي الفيل وشفتي الجاموسه بيتخنوا ازاي وهم بياكلوا خضار. فانا صراحه مش عارفه اعمل ايه. خدعوك فقالوا لو اكلت خضروات، اكلت اعشاب، اكلت نباتات هتتخن. عندك الفيل وعندك الجاموسه وبقيه الحيوانات اللي بتاكل خضروات وبتتخن، والحقيقه غير كده خالص. جسم الانسان بيحتوي على انزيم الفا اميليز، وده ما بيقدرش يهضم الفايبرز او الالياف اللي موجوده جوه النباتات زي الحيوانات، لان جسم الحيوانات بيحتوي على بيتا اميليز، وده اللي بيهضم الالياف تماما، وده اللي بيخلي الفيل يتخن وبيخلي الجاموسه تتخن وبيخلي الحيوانات تتخن من اكل النباتات والاعشاب عكس البني ادمين. كل يوم معلومه جديده.